أشهر حما في السينما المصرية الفنانة السورية ماري منيب. اتولدت في دمشق سنة 1905، وبعد كده انتقلت مع عيلتها علشان يعيشوا في مصر، وأقاموا في حي شبرا. بدأت حياتها كمطربة وغنت يا اخوانا بردانين يا أهل الشفقة جعانين، وليها فيلمين شاركت فيهم من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية: فيلم العزيمة سنة 1939 وفيلم سي عمر سنة 1941. وماري منيب هي جدة الفنان الراحل عامر منيب. وماري منيب اتشهرت جدا بدور الحما اللي بتتدخل في حياة ابنها أو بنتها بشكل كبير، وفي الآخر بتتسبب في تدميرها. أول جوازة في حياة ماري منيب كانت من محمد فوزي منيب، مؤدي مونولوجات مع فرقة الريحاني، وسافروا مع بعض طرابلس واتفقوا هناك على الجواز، وبالفعل اتجوزوا رغم إن والدة ماري منيب كانت رافضة الجوازة دي. وبعد كام سنة اتطلقوا، وتوفت أخت ماري منيب اللي كانت متجوزة وعندها أطفال، وعلشان ماري منيب تربي أولاد أختها اتجوزت من عبد السلام فهمي زوج أختها. وفي لقاء قديم لماري منيب قالت عن مفهومها عن الحب: اللي أحبه لازم يكون راجل كامل وأخلاقه كويسة، وأتأكد إنه بيحبني وهيسعدني، وده أهم من حب الفلوس والحسابات والمادة، وهو ده الحب اللي بيعيش ويعمر. وآخر دور في السينما لماري منيب كان فيلم لصوص لكن ظرفاء مع الفنان أحمد مظهر وعادل إمام، وجسدت فيه دور الجارة شوشو اللي كانت ساكنة قدام شقة بتتعرض للسرقة، واسمها الحقيقي ماري نصر الله منيب. ومثلت حوالي 200 فيلم في حياتها، أغلبيتهم أفلام ناجحة. والفنانة ماري منيب اتوفت في 21 يناير سنة 1969 بعد ما خلصت عرض مسرحية خلف الحبايب. روحت بيتها اللي في حدائق شبرا وأكلت برتقانة زي ما كانت متعودة كل ليلة ونامت. والساعة 6 الصبح جوزها عبد السلام سمع صوت غريب طالع منها، فنادى عليها لكنها مردتش. صرخ علشان يصحي أولادها كوثر وبديع وظافر علشان يصطدموا بالحقيقة إنها ماتت.